أهلا بيكم. النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثاني مظاهر سطح قارة أفريقيا. أول حاجة، وهب الله سبحانه وتعالى قارة أفريقيا مظاهر سطح متنوعة. يعني إيه؟ وأنت ماشي بالطيارة كده لو بتبص على سطح أفريقيا من فوق بتلاقي هضاب وبتلاقي جبال وبتلاقي سهول، فدي اسمها مظاهر سطح متنوعة، الهضاب، الجبال، السهول. طيب المظاهر السطح المتنوعة دي غنية بمواردها وثرواتها الطبيعية. يعني إيه؟ يعني ساعات في الهضاب ممكن تبقى صالحة للزراعة وممكن تبقى فيها تربة خصبة، فبالتالي دي عندنا ثروات طبيعية. في الجبال ممكن نلاقي منجم ذهب، تمام، بيبقى دي ثروات طبيعيه. في السهول، طبعا السهول عندنا نوعين، سهول فيضيه يعني ممكن نزرع فيها، وسهول ساحليه ممكن تبقى غنيه بالثروات المعدنيه والبترول ومصادر الطاقه. يبقى احنا كده ربنا خلق في قاره افريقيا مظاهر سطح متنوعه يعني عديده جدا وغنيه بمواردها وثرواتها الطبيعيه. السؤال هنا يجي يقول لك ايه؟ دلل على صحه العباره الاتيه: تتنوع مظاهر السطح بقاره افريقيا. الدليل على تنوع مظاهر السطح بقارة أفريقيا، الدليل على ذلك اللي فيه هضاب وجبال وسهول، فيه هضاب وجبال وسهول، والهضاب والجبال والسهول دي متنوعة وغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية. طيب يلا بينا نبدأ الدرس مع بعض. أول حاجة بنتكلم عن الهضاب. يسود سطح قارة أفريقيا الهضاب الواسعة. كلمة يسود يعني معظمه. لو بصينا على الخريطة اللي قدامنا دي ادي هضبة ودي هضبة ودي هضبة ودي هضبة، كل الألوان اللي على الخريطة هضبة، فبالتالي معظم سطح قارة أفريقيا يسود الهضاب الواسعة، الهضاب اللي بتشغل مساحة واسعة. يبقى يجي لك يقول لك أكمل العبارة التالية: يسود سطح قارة أفريقيا نقط الواسعة، الهضاب الواسعة. معظم قارة أفريقيا سطحها يتكون من الهضاب، صح ولا غلط؟ الإجابة صح. طيب بعد كده بنتكلم عن أول هضبة بتقابلنا، هضبة اسمها هضبة شمال أفريقيا، اللي هي الهضبة اللي قدامنا دي. أول حاجة بنتكلم على موقعها، اسمها هضبة شمال أفريقيا، تقع في شمال القارة، مش مستاهلة حاجة. بعد كده تمتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غربا. فين جبال البحر الأحمر؟ أهو في الحتة دي جبال البحر الأحمر شرقا. فين ساحل المحيط الأطلنطي؟ ساحل المحيط الأطلنطي في الحتة دي. يبقى من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غربا، ومن ساحل البحر المتوسط شمالا، بص على الخريطة كده، هنا البحر المتوسط، وإلى وسط أفريقيا جنوبا. طيب الخريطة دي عندنا ممكن تبقى قليلة المعلومات، طب ايه رأيك في الخريطة دي؟ تعالى بقى نشوفها مع بعض. هنا تاني تقع في شمال قارة وتمتد من جبال البحر الأحمر شرقا، ادي جبال البحر الأحمر في اتجاه الشرق، إلى عندنا المحيط الأطلنطي في اتجاه الغرب. طيب وتمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا، ادي البحر المتوسط شمالا، إلى وسط أفريقيا جنوبا. الهضبة دي اسمها هضبة شمال أفريقيا. هضبة مين؟ هضبة شمال أفريقيا. يبقى تاني سطح أفريقيا يسود الايه؟ الهضاب الواسعة، كده رقم واحد. هضبة شمال أفريقيا تقع شمال القارة. عندنا تمتد من فين؟ نبص على الخريطة، من جبال البحر الأحمر شرقا، هنا في جبال اسمها البحر الأحمر شرقا، إلى المحيط الأطلنطي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. طيب تتميز بالإيه؟ بالاتساع، زي ما احنا شايفين الحتة دي كلها هضبة شمال أفريقيا. يبقى تتميز بالاتساع الكبير وقلة الارتفاع، ارتفاعها مش كبير قوي، يبقى تتميز بالاتساع وقلة الارتفاع. يبقى هضبة شمال أفريقيا تتميز بالإيه؟ بالاتساع الكبير وقلة الارتفاع. والانحدار التدريجي نحو الشمال، يعني بتلاقي هنا الأرض مرتفعة تنزل منخفضة تنزل منخفضة لغاية لما توصل للبحر المتوسط، أكنك نازل على سلم من الدور الثاني للدور الأول، فبتنزل درجة 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 بتنزلك على الأرض. يبقى اسمها إيه؟ عندنا انحدار تدريجي من الجنوب إلى الشمال. يبقى تنحدر انحدار تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر مين؟ البحر المتوسط. طب هنا السؤال ممكن يجي لك ازاي؟ هضبة شمال افريقيا تمتد من عندنا تتميز بيه النقط الكبير، الاتساع الكبير وقلة الارتفاع، يبقى الاتساع الكبير وقلة الارتفاع. والانحدار التدريجيا نحو الشمال، تنحدر زي السلم كده، بتنزل خطوة خطوة نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل مين؟ البحر المتوسط. طيب بعد كده مظاهر السطح فوق الهضبة. يعني الهضبة دي كده فيها مظاهر سطح كتيرة قوي. أول حاجة فيها عندنا الصحراء الكبرى، أهم صحاري العالم. يعني لو كبرنا الخريطة كده وتعالى نشوف مع بعض، ادي عندنا
الحته دي هي عندنا هضبه شمال افريقيا، فيها الصحراء الكبرى، ادي الصحراء الكبرى. طيب فيها ايه تاني؟ فيها عندنا جبل مشهور اسمها جبال البحر الاحمر وجبل شايب البنات، فيها جبل العوينات، فيها واحد سيوه، فيها منخفض القطاره، فيها واحه الجوف دي موجوده في ليبيا، كمان شويه هنتكلم عنها. طب تعالى كده نشوف المعلومات اللي احنا قلناها موجوده فين. يبقى اول حاجه الصحراء اهم مظاهر السطح في هضبه شمال افريقيا الصحراء الكبرى، دي اكبر صحاري العالم. يبقى يجي يقول لك اكتب ما تشير اليه العباره اكبر صحاري العالم، هنقول له مين؟ الصحراء الكبرى. عندنا جبال مشهوره اسمها جبال ايه؟ جبال العوينات، تقع على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. طيب تعالى نفتح الخريطه تاني، ادي جبال العوينات اهي، تمام، على الخريطه تقع بين مين؟ مصر وليبيا والسودان. يبقى كده عندنا جبل اسمه جبل العوينات. طيب وايه تاني عندنا؟ فيها منخفضات زي منخفض القطاره، افتكر القطره اللي بنحطها في عينينا، يبقى منخفض القطاره. وفيها العديد من الواحات زي واحه سيوه بمصر وواحه الجوف بليبيا. تعالى نفتح الخريطه كده، واحه سيوه اهي وواحه الجوف اهي، وفيها منخفض القطاره. يبقى تاني اهم مظاهر السطح في هضبه شمال افريقيا الصحراء الكبرى، ودي اكبر صحاري في العالم. طيب وفي ايه تاني؟ وفي عندنا منخفض القطاره، وفي ايه تاني؟ وفي واحد سيوه، وفي واحد ايه؟ واحد الجوف. واحد الجوف موجوده فين؟ في دوله ليبيا. وفي جبل العوينات يقع على حدود 3 دول، مصر والسودان وليبيا. تعالى بقى نكرر المعلومه تاني عشان التكرار بيعلم الشطار. يبقى تاني الهضاب يسوس سطح قاره افريقيا نقط الواسعه، الهضاب الواسعه. هضبه شمال افريقيا تقع في اتجاه ايه؟ شمال القاره، تمتد من نقط عندنا اهي من جبال البحر الاحمر شرقا الى المحيط الاطلنطي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا الى عندنا وسط افريقيا في اتجاه الجنوب. طيب تتميز بالايه؟ بالاتساع الكبير وقله الارتفاع والانحدار تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل ايه؟ بسواحل البحر المتوسط. اهم مظاهر السطح فوق الهضبه عندنا الصحراء الكبرى اكبر صحاري في العالم وشفناها على الخريطه، وعندنا جبل مشهور اسمه جبل العوينات على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، وعندنا منخفضات مثل منخفض القطاره، وعندنا العديد من الواحات مثل واحد سيوه بمصر وواحة الجوف بليبيا. طيب بعد كده عندنا هضبة تانية اسمها هضبة الحبشة اهي، هضبة الحبشة تحت البحر الأحمر على طول، نهاية البحر الأحمر اهي هضبة الحبشة في الحتة دي. طيب هضبة الحبشة ليها اسم تاني اسمها الهضبة الأثيوبية عشان بتقع في دولة أثيوبيا، يبقى هضبة الحبشة اسمها الهضبة الأثيوبية. موقعها تقع فين؟ في الجزء الشرقي من قارة أفريقيا، ادي أفريقيا اهي، هي بتقع في شرق أفريقيا، يبقى هضبة الحبشة تقع في الجزء الشرقي من قارة أفريقيا، وتتميز بإيه؟ بشدة ارتفاعها، فهي أعلى هضاب القارة. يبقى خد بالك هيجي يقول لك اكتب ما تشير، أكمل العبارة التالية، أعلى هضاب القارة هضبة نقط، يبقى هضبة الحبشة. هضبة الحبشة تسمى بالهضبة إيه؟ الهضبة الأثيوبية، تقع في اتجاه إيه من أفريقيا؟ اتجاه الجزء الشرقي من أفريقيا. طيب الهضبة دي تتميز بخصوبة التربة بسبب الطفوح البركانية، يعني الهضبة دي أصلها هضبة بركانية. يعني إيه؟ يعني أولا كان سطح الأرض مستوي، حصل بركان تحت سطح الأرض، فطلع بقى إيه؟ المعادن المنسهلة قعدت تبرد لغاية ما كونت الإيه؟ الهضبة اللي موجودة، فاسمها خصوبة التربة بسبب إيه؟ الطفوح البركانية. الطفوح صعبة؟ لا مش صعبة ولا حاجة، هنكتب كلمة الطفو، خدنا كلمة الطفو اللي أنت بتطلع فوق وجنبها ح، يبقى الطفو يبقى الطفوح البركانية. يبقى بما تفسر خصوبة التربة في هضبة الحبشة بسبب الطفوح البركانية. يجي يقول لك سؤال بقى معكوس، ما النتائج المترتبة على خصوبة التربة؟ قيام الزراعة. طب ما الزراعة خدنا استقرار الإنسان، يبقى قيام الحضارات القديمة، يبقى قيام الزراعة ونشأة الحضارات القديمة في إثيوبيا. طيب إيه أهمية إثيوبيا لمصر؟ هي المنبع الموسمي لنهر النيل. يعني إيه؟ نهر النيل قدامكم على الخريطة أهو، تعال نكبرها شوية، قدامنا نهر النيل على الخريطة، الفروع دي حلو، بيجي له مية من هضبة الحبشة. هنا الأمطار بتسقط في هضبة الحبشة موسمية، يعني في فصل الصيف تروح مدية نهر النيل حبة مية كتيرة قوي في فصل الصيف، فهي منبع موسمي صيفي لنهر النيل. طب تعال نرجع للسؤال، بما تفسر تعد هضبة أثيوبيا المنبع الموسمي لنهر النيل بسبب الأمطار التي تسقط عليها في فصل أو موسم الصيف. يبقى تعد هضبة أثيوبيا المنبع الموسمي لنهر النيل ليه؟ لأنها منبع موسمي، يبقى الأنهار تسقط عليها في موسم الصيف.
الصيف. يبقى دي هضبة اسمها هضبة الايه؟ الحبشة او الهضبة الاثيوبية. يبقى نرجع تاني، موقعها تقع في الجزء الشرقي من القارة. تتميز بايه؟ شدة ارتفاعها فهي اعلى هضاب القارة. تتميز بايه تاني؟ خصوبة التربة. بما تفسر تتميز هضبة الحبشة بخصوبة التربة بسبب الطفوح البركانية. ما النتائج المترتبة على خصوبة التربة في هضبة الحبشة؟ قيام حرفة الزراعة ونشأة الحضارات القديمة في اثيوبيا. طيب بما تفسر تعد هضبة اثيوبيا المنبع الموسمي؟ الإجابة جوه السؤال. كلمة موسمي هناخدها نحطها الناحية التانية، يبقى بسبب سقوط الأمطار في موسم الصيف، بسبب سقوط الأمطار في موسم مين؟ الصيف. بعد كده هضبة تاني اسمها هضبة مين؟ البحيرات الاستوائيه. هضبه البحيرات الاستوائيه قدامنا على الخريطه في الحته دي، تمام. طب تقع فين بالاسم كده؟ تقع في وسط القاره وتمر بها دائره الاستواء. في هنا دائره الاستواء بتمر بهضبه مين؟ البحيرات الاستوائيه. طب انا نسيت، ما هي اسمها البحيرات الاستوائيه ليه؟ عشان يمر بها دائره الاستواء. وتقع فين؟ ما دائره الاستواء بتقع وسط القاره، يبقى هضبه البحيرات الاستوائيه تقع وسط القاره، يبقى مش محتاجه حفظ. طب تتميز بالانحدار من الجنوب الى الشمال. يعني الجنوب اقصى ارتفاعا من الشمال، يبقى تنحدر من الجنوب الى الشمال اكنها نازله على السلم زي هضبه شمال افريقيا. طيب يبقى الانحدار من الجنوب الى الشمال. ووجود القمم الجبليه البركانيه، يبقى هضبه البحيرات الاستوائيه فيها قمم جبليه بركانيه. طب تاني السؤال يجي ازاي؟ يقول لك هضبه البحيرات الاستوائيه تقع في نقط القاره، وسط القاره بتاعت افريقيا طبعا، وتمر بها دائره ايه؟ اسمها بحيرات استوائيه، يبقى تمر بها دائره الاستواء. تتميز بالانحدار من اتجاه ايه لاتجاه ايه؟ اتجاه الجنوب الى اتجاه الشمال، يبقى تنحدر من الجنوب الى الشمال. وبها قمم جبليه ايه؟ انكساريه ولا بركانيه؟ لا بركانيه. طيب وكثره البحيرات العذبه، ما اسمها بحيرات، يبقى فيها بحيرات عذبه. لو بصيت على الخريطه كده هتلاقي في نقط جواها لونها ايه اهو، كبر شويه هتلاقي في نقطه جوه. النقطه اللي جوه دي اسمها ايه؟ اسمها بحيره مشهوره قوي خدناها قبل كده، بحيره فيكتوريا. يبقى كثره البحيرات العذبه في البحيرات الاستوائيه مثل بحيره فيكتوريا. طيب اخر سؤال عليها، بما تفسر تعد هضبه البحيرات الاستوائيه المنبع الدائم لنهر النيل بسبب سقوط الامطار طوال العام. يبقى تعد هضبه البحيرات الاستوائيه المنبع الدائم لنهر النيل ليه؟ لسقوط الامطار طوال العام. سقوط الامطار امتى؟ طوال العام. يبقى نرجع تاني، هضبه البحيرات الاستوائيه اسمها بحيرات واستوائيه. استوائيه يمر بها دائره الاستواء، بحيرات لان فيها بحيرات عذبه مثل بحيره فيكتوريا. يعني ممكن يجي لك سؤال بما تفسر تسمى هضبه البحيرات الاستوائيه بهذا الاسم لانها تمر بها دائره الاستواء، وبالبحيرات لان بها بحيرات عذبه مثل بحيره فيكتوريا. يقول لك اكمل العباره التاليه، هضبه البحيرات الاستوائيه تتميز بالانحدار من نقط الى نقط من الجنوب الى الشمال، بها قمم جبليه ايه؟ بركانيه ولا انكساريه؟ لا بركانيه. طيب بما تفسر تعد المنبع الدائم، قال لك دائم يبقى سقوط الامطار طوال العام، سقوط الامطار بشكل دائم. طب قال لك هنا موسمي، يبقى سقوط الامطار في موسم الصيف. تعال نشوف النقطه اللي بعدها، هضبه اسمها الهضبه الجنوبيه، موقعها من اسمها جنوب القاره اهي في الحته دي اسمها الهضبه الجنوبيه. تتميز بشده الانحدار نحو السواحل الشرقيه للقاره. ادي هنا شرق القاره في المحيط الهندي، فهي بتنحدر نحو المحيط الهندي اكنها بتشم هواء من اقرب نقطه ساحليه لها اللي هي المحيط مين؟ الهندي. يبقى تتميز شده الانحدار نحو السواحل الشرقيه للقاره. ويوجد بالجزء الشرقي منها الاخدود الافريقي العظيم. الاخدود الافريقي العظيم، لا احنا لازم نكبر الخريطه كده شويه. الاخدود الافريقي العظيم يوجد فين؟ في الجزء الشرقي، بيمشي كده بيمشي كده ويطلع فوق عند البحر الاحمر وخليج عدن وخليج العقبه. يعني تخيل بيمتد من جنوب افريقيا عند الحته دي، بعد كده يمشي يروح عند خليج عدن، ويمشي يروح عند البحر الاحمر، ويمشي يروح عند مين؟ عند خليج العقبه. يبقى ده اسمه الاخدود مين؟ الافريقي العظيم. طيب يعني ايه اخدود؟ الاخدود عباره عن انكسارات طوليه، يعني دي حفره كبيره قوي ماشيه 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 ماشيه، يبقى انكسارات طوليه تتجه بشكل عام من الجنوب الى الشمال. يبقى الاخدود الافريقي العظيم عباره عن ايه؟ مجموعه انكسارات طوليه، يعني جايه بالطول ولا جايه بالعرض؟ لا طوليه، تتجه من اتجاه ايه؟ الجنوب اهي الى الشمال.
حلو جدا. عندنا المسافه بتاعتها بقى، اولا يقع شرق القاره، يعني شرق قاره افريقيا، ادي قاره افريقيا اهو، هو يقع شرق قاره افريقيا، ماشي. بمسافه قد ايه؟ 5600 كيلومتر مربع، 5 وجنبها 6 وجنبها صفرين، 5600 كيلومتر مربع. يبقى تاني، يبقى يوجد بالجزء الشرقي الاخدود ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم، عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه انكسارات طوليه تتجه بشكل عام من اتجاه ايه؟ اتجاه الجنوب الى اتجاه الشمال، بطول قد ايه؟ 5 6 جنبها صفرين، يبقى 5600 كيلو متر تقريبا. طيب يعد البحر الاحمر وخليجا عدن والعقبه اجزاء منه، يعني ايه؟ تعال نبص، هو جاي منين؟ جاي من الجنوب، رايح فين؟ على البحر الاحمر اهو، وخليج العقبه اهو، وخد حته كمان من خليج عدن. يبقى بالتالي البحر الاحمر وخليج عدن وخليج العقبه جزء منه، خد بالك قال لك خليج العقبه مش خليج السويس، ها؟ يبقى خليج العقبه وعدن والبحر الاحمر جزء من الاخدود الافريقي العظيم. يبقى تاني، الهضبه الجنوبيه موقعها فين؟ تقع في جنوب القاره، تتميز بالانحدار بشده نحو السواحل الشرقيه. طب انا في الامتحان ونسيت كلمه بشده فيها كلمه شين، والسواحل الشرقيه فيها كلمه شين، يبقى تنحدر بشده نحو السواحل الشرقيه، ويوجد بالجزء الشرقي منها ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم. ما المقصود بالاخدود الافريقي العظيم؟ عباره عن مجموعه انكسارات طوليه تتجه بشكل عام من الجنوب الى الشمال، يمتد شرق القاره لمسافه قد ايه؟ 5600 كيلومتر تقريبا، ويعد البحر الاحمر وخليج ايه وخليج ايه؟ عدن والعقبه اجزاء منه. تعال نشوف النقطه اللي بعدها. عندنا الجبال تتنوع بقارة أفريقيا، يبقى كده الجبال تتنوع بقارة أفريقيا حسب تكوينها. طب هنا السؤال ممكن يجي ازاي؟ يجي يقول لك ضع علامة صح أو غلط. تتنوع الجبال بقارة أفريقيا، الإجابة صح. بما تفسر تتنوع الجبال بقارة أفريقيا؟ هنقول حسب تكوينها. طيب الجبال الالتوائية عندنا جبال نشأت نتيجة حركات باطنية، باطنية يعني جاية من جوه باطن الأرض، في حركات بتتفاعل جوه باطن الارض بتعمل الجبال دي. اكن جبال الالتوائيه اكن حد دراعك كان مفرود ولو مره واحده لوى ايديك فعمل جبل، يبقى اسمها الجبال الالتوائيه. اكنك النهارده معاك مسطره طريه ضغطت عليها من الجنب ده والجنب ده عملت كيرف كده فاسمه الجبال الالتوائيه. يبقى الجبال الالتوائيه جبال نشأت نتيجه حركات باطنيه. عندنا من امثله الجبال الالتوائيه مثالين، جبل الكاب وجبل اطلس. جبل اطلس سمعناه قبل كده. جبل الكاب افتكر الكاب اللي احنا بنلبسه، تمام؟ ايه؟ جنوب القاره، يبقى يقع جبل الكاب جنوب مين؟ القارة. أما جبل أطلس يقع في الحتة دي شمال غرب القارة، شمال غرب القارة. يبقى كده عندنا تمتد جبال أطلس على طول الساحل الشمالي الغربي للقارة الأفريقية، من جنوب المغرب، الحتة دي اسمها جنوب المغرب، حتى تونس، من جنوب المغرب حتى تونس. يبقى تمتد جبال أطلس من جنوب المغرب حتى تونس. طيب من جنوب المغرب على الخريطة حتى تونس في دولة في النص اسمها دولة الجزائر، يبقى هي توجد في المغرب والجزائر وتونس. يبقى تمتد جبال أطلس في 3 دول، المغرب والجزائر وتونس. نرجع تاني نأكد المعلومة، تتنوع الجبال بقارة أفريقيا حسب إيه؟ تكوينها. أول حاجة الجبال الالتوائية جبال نشأت نتيجة حدوث حركات باطنية تعرضت لها طبقات القشرة الأرضية. عندنا جبال مشهورة اسمها جبال كاب موجودة في جنوب القارة في الحتة دي، وعندنا جبال أطلس موجودة في الشمال الغربي. جبال أطلس تمتد من عندنا جنوب المغرب حتى تونس، أي تمتد في كام دولة؟ في 3 دول، هي المغرب والجزائر وتونس، وتتكون من سلاسل جبلية، هي سلاسل جبال أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب، وتحصل بينها هضبة اسمها هضبة مين؟ الشطوط. طيب تعالى كده نشوف يعني ايه أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب. لو رسمنا كده رسمة أي كلام هنا، ادي هنا جبل أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب، بينهم في النص هضبة اسمها هضبة الشطوط. هضبة الشطوط دي تقع في الجزائر. يبقى تتكون سلاسل جبلية جبال أطلس من سلسلة جبال أطلس التل في الشمال، التل آخرها لام والشمال آخرها لام، وسلاسل جبال أطلس الصحراء في الجنوب ادي هنا في الجنوب. تحصل بينهما هضبة اسمها هضبة مين؟ الشطوط بالجزائر. طيب جبال أطلس حتة طالعة وحتة نازلة، حتة طالعة وحتة نازلة. أعلى قمة في جبال
الأطلس قمة جبل طوبقال، خدناها قبل كده في السنة اللي فاتت. قمة جبل طوبقال دي موجودة فين؟ موجودة في بلاد المغرب، وهي أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال أطلس. يبقى أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال أطلس قمة جبل طوبقال، موجودة في جبال مين؟ جبال المغرب. الجبال اللي بعدها عندنا في جبال أطلس في دولة المغرب، آسف. الجبال اللي بعدها على طول اسمها الجبال الانكسارية. الجبال الانكسارية جبال نشأت نتيجة حركات باطنية أدت إلى حدوث انكسار. يبقى الجبال الانكسارية عبارة عن حركات باطنية برضو، يعني من جوه باطن الأرض، أدت لحدوث انكسار. أول ما نسمع كلمة حدوث انكسار يبقى دي اسمها جبال انكسارية. من أمثلة الجبال الانكسارية جبال البحر الأحمر. جبال البحر الأحمر موقعها فين؟ موقعها تمتد في شرق القارة على طول ساحل البحر الأحمر. يبقى جبال البحر الأحمر تمتد في شرق القارة على طول ساحل البحر الأحمر في 3 دول. إيه هما؟ عندنا ساحل البحر الأحمر قدامنا أهو، فدي جبال البحر الأحمر. تقع أولا في شرق القارة، يبقى تقع جبال البحر الأحمر شرق القارة على طول ساحل البحر الأحمر في كام دولة؟ في 3 دول. إيه هما؟ مصر والسودان وإريتريا. يبقى يقع في مصر والسودان وإريتريا في شرق البحر الأحمر، أو في عندنا في شرق القارة الأفريقية. طب يوجد بها جبل مشهور اسمه جبل شايب البنات، وده أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر. يبقى أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر جبل مين؟ جبل شايب البنات. وتعد جبال البحر الأحمر جزءا من الأخدود الإفريقي العظيم. يبقى جبال البحر الأحمر تعد جزءا من الأخدود الإفريقي العظيم. بعد كده عندنا جبال تانية اسمها الجبال البركانية. جبال البركانية دي جبال نشأت نتيجة الثورات البركانية. ثورات بركانية يعني إيه؟ الجبل اللي قدامك ده هنتخيله اللي هو أصلا مش موجود في الصورة، فاللي حصل فيه انفجارات حصلت من تحت الأرض بركانية، فبدأ تبرد شوية، تبرد كونت الجبال، فدي جبال نشأت نتيجة الثورات البركانية. الجبال البركانية كلها فيها حرف الكاف: كينيا، دراكنزبرج، كليمنجارو. الاتنين اللي بيبدأوا بحرف الكاف يقعوا في الوسط، وسط القارة. كينيا يبدأ بحرف الكاف، وكليمنجارو أو كليمنجارو يقع في وسط القارة. أما دراكنزبرج يقع في جنوب القارة. دراكنزبرج لو صعب عليك ممكن نقول إيه؟ درا شربت كنز عند البرج. طيب جبل كليمنجارو ده أعلى قمة جبلية بأفريقيا، يبقى أعلى قمة جبلية بأفريقيا جبل كليمنجارو. ما النتائج المترتبة اللي كليمنجارو أعلى قمة جبلية بأفريقيا؟ ترتب على ذلك إيه؟ تكون الجليد فوق قمته. الجليد موجود فوق قمته. ليه؟ زي الصورة اللي قدامك دي، يعني هنا الجو حر قوي وفوق الجو برد جدا رغم وقوعه في المنطقة الاستوائية الحارة. يبقى جبل كليمنجارو يقع في المنطقة الاستوائية الحارة. يجي سؤال: بما تفسر يتساقط الجليد فوق قمم جبال كليمنجارو؟ لأنه أعلى قمة جبلية بأفريقيا، وبسبب عامل الارتفاع. كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تقل الحرارة درجة واحدة مئوية. وبكده خلصنا الجبال البركانية، وهنخش بقى في أهمية الجبال الأفريقية. أهمية الجبال في أفريقيا بصورة عامة: أول حاجة، تساهم المناطق الجبلية بأفريقيا في دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية. يبقى عندنا تساهم المناطق الجبلية بأفريقيا في دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية. يعني إيه؟ يعني عايز يقولك اللي ربنا خلق الجبال بتفيد بعض الناس اللي شغالين بعض الشغلانات. يعني إيه؟ عندنا مثلا نشاط اسمه نشاط السياحة. تلاقي السائح ده بيحب يطلع فوق قمم الجبال يستمتع بالمناظر الطبيعية. يبقى هي مناظر طبيعية خلابة تجذب السياح. يبقى أول حاجة في مجال السياحة، الجبال عبارة عن مناظر طبيعية خلابة تجذب السياح. أما التعدين والصناعة هي غنية بالإيه؟ بالثروات المعدنية المتنوعة. يبقى في التعدين عندنا غنية بالثروات المعدنية المتنوعة، يعني جوه الجبل ممكن نلاقي حديد وذهب وفضة ونحاس وفوسفات، وكل المعادن دي والثروات دي تستخدم في عملية الصناعة. يبقى غنية بالثروات المعدنية المتنوعة، وتدخل في العديد من الصناعات زي عندنا معدن الحديد والذهب والفضة والنحاس والفوسفات. يبقى كده المناطق الجبلية بأفريقيا مرتبطة بالسياحة لأنها مناظر طبيعية خلابة تجذب السياح، مرتبطة بالتعدين والصناعة لأنها غنية بالثروات المعدنية المتنوعة وتدخل في العديد من الصناعات، مثل عندنا المعادن اللي موجودة فيها الحديد والذهب والفضة والنحاس والفوسفات.
وبعد كده هننتقل إلى السهول. السهول تمتلك قارة أفريقيا سهولا متنوعة، يعني سهول كتير جدا. من أمثلة السهول اللي موجودة في قارة أفريقيا السهول الفيضية. السهول الفيضية دي تقع على جانبي الأنهار، مثل نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. نهر النيل احنا عارفينه عند مصر اهو، ونهر النيجر ونهر الكونغو. يبقى أهم الأنهار اللي موجودة في أفريقيا نهر النيل والنيجر والكونغو. طيب هذه الأنهار ساعدت على تكوين السهول الفيضية، خدناها في السنين اللي فاتت. أنهار يبقى سهول فيضية. أبرز السهول الفيضية وأشهرها سهول وادي النيل في مصر والسودان. يبقى أكتر سهول فيضية موجودة عندنا سهول مين؟ سهول وادي النيل في مصر والسودان. يبقى أكتر سهول فيضية موجودة سهول وادي النيل فين وفين؟ في مصر والسودان. تتميز بخصوبة تربتها. ليه؟ يعني ايه خصوبة تربتها؟ ادي نهر النيل اهو ماشي، ففي عندنا ارض زراعية هنا وارض زراعية هنا. طب ليه عندنا ارض زراعية حوالين نهر النيل كتير؟ لانها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبة الحبشة البركانية. هضبة الحبشة ركز معاها على الخريطة، موجودة عند الحتة اللي فيها الايه الماوس ده او المؤشر ده. فالهضبة دي هضبة بركانية وعندها خصوبة تربة ادت لقيام الزراعة. فتيجي المطرة تنزل عليها تروح جايبة حبة الطينة وتنقلهم عن طريق نهر النيل إلى مصر. اسمه الطمي. الطمي صعب نقول كلمة مي وجنبها طه، يبقى لأنها تكونت من الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من هضبة مين؟ الحبشة البركانية. يبقى السهول الفيضية موجودة حوالين الأنهار نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو، وقد ساعدت تلك السهول على تكوين تلك الأنهار على تكوين السهول الفيضية، مثل سهول وادي النيل موجودة فين؟ في مصر والسودان، والتي تتميز بخصوبة تربتها بما تفسر ليه؟ لأنها تكونت من الطمي الذي نقلته من مياه نهر النيل من هضبة مين؟ الحبشة البركانية. من هضبة اسمها هضبة مين؟ الحبشة البركانية. طيب السهول اللي بعدها عندنا السهول اسمها السهول الساحلية. يختلف اتساع السهول الساحلية بأفريقيا من منطقة لأخرى بسبب اقتراب أو ابتعاد المرتفعات من السواحل. يعني إيه؟ الصورة اللي قدامك دي سهل ساحلي، بس في مرتفعات قدامه كده وعليها شجر، فبالتالي الشط ضيق. فالشط ضيق ليه؟ علشان اقتراب الجبال. طيب مفيش جبل يبقى الشط يبقى واسع، يبقى ابتعاد الجبال. يبقى يختلف اتساع السهول الساحلية بأفريقيا حسب إيه؟ اقتراب أو ابتعاد المرتفعات من الساحل. هنفترض دلوقتي عندنا ايديا هي جبل، فالجبل قريب جدا من البحر، فبالتالي عندنا السهول الساحلية ضيقة. الجبل بعيد جدا عن البحر، فبالتالي السهول الساحلية هتكون واسعة. يبقى حسب اقتراب وابتعاد المرتفعات من السواحل. طيب عندنا أبرز سهول، عندنا سهول البحر المتوسط. سهول البحر المتوسط تقع في شمال قارة أفريقيا. يبقى عندنا سهول البحر المتوسط تقع في شمال إيه؟ شمال قارة أفريقيا. تتميز بالاتساع في شمال مصر. يعني في مصر عندنا سهول البحر المتوسط متسعة. ليه؟ لعدم وجود جبال أو مرتفعات. يعني ممكن يجي سؤال يقول لك إيه؟ بما تفسر تتميز السهول الساحلية في البحر المتوسط بالاتساع في مصر. ليه؟ لعدم وجود الجبال والمرتفعات. عكسها بقى في بلاد المغرب، قلنا جبال أطلس موجودة. يبقى بما تفسر ضيق السهول الساحلية في بلاد المغرب العربي بسبب اقتراب جبال أطلس من الساحل. بما تفسر ضيق السهول الساحلية في بلاد المغرب العربي لاقتراب جبال أطلس من إيه؟ من الساحل. طيب وبعد كده عندنا سهول البحر المتوسط تتميز بوجود النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية. يعني إيه؟ يعني فيها نباتات ومحاصيل زراعية مع إنها مية مالحة لسقوط مين؟ الأمطار الشتوية. خدنا قبل كده بما تفسر قيام الزراعة في الساحل الشمالي لسقوط الأمطار الشتوية. يبقى هنا بما تفسر وجود النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية في سهول البحر المتوسط لأنها تعتمد في زراعتها على الأمطار الشتوية. ضيقة في بلاد المغرب العربي ليه؟ بسبب اقتراب جبال أطلس من الساحل. متسعة في مصر ليه؟ بسبب انعدام وجود الجبال والمرتفعات اللي موجودة في مصر عندنا. سهول البحر الأحمر. سهول البحر الأحمر موقعها تقع في شرق القارة جنب جبال البحر الأحمر وجنب البحر الأحمر. في 3 دول لسه واخدينهم، مصر والسودان وإريتريا. يبقى المعلومة دي مش هقف عندها كتير. طيب تتميز بأنها سهول ضيقة. ضيقة ليه؟ عشان جنبها جبال البحر الأحمر، يبقى بسبب اقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل. يبقى تتميز سهول البحر الأحمر بالضيق بسبب اقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل. طب سهول البحر الأحمر دي غنية
غنية بإيه؟ غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة. يبقى سهول البحر الأحمر غنية بالثروات المعدنية ومصادر اسمها مصادر مين؟ مصادر الطاقة. طيب حلو جدا. عندنا سهول المحيط الهندي. سهول المحيط الهندي تقع في شرق القارة. يبقى خد بالك لو جه قال لك من السهول الساحلية اللي تقع في شرق القارة سهول البحر الأحمر وسهول المحيط الهندي. سهول البحر الأحمر قلنا ضيقة لاقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل. سهول البحر الأحمر غنية بإيه؟ بالثروات المعدنية، عندها معادن ومصادر الطاقة. طب تعالى نشوف بقى سهول المحيط الهندي. سهول المحيط الهندي أولا موقعها في شرق القارة، حلو جدا. تتميز بأنها تختلف في الاتساع، يعني مرة تبقى ضيقة ومرة تبقى واسعة. اتفقنا مع بعض ضيقة يبقى اقتراب الجبال والهضاب من الساحل، واسعة يبقى ابتعاد الجبال والهضاب من الساحل أو عدم وجود مرتفعات أو عدم وجود جبال وهضاب. طيب تعالى نشوف هي واسعة فين وضيقة فين. تتميز السهول الساحلية باتساعها في دولة تنزانيا، دولة اسمها دولة مين؟ تنزانيا، السهول الساحلية متسعة. ودولة كينيا السهول الساحلية ضيقة. ليه؟ عشان كينيا عندها جبال اسمها جبال كينيا وجنبيها هضبة اسمها هضبة مين؟ البحيرات الاستوائية، قريبة قوي من البحر. يبقى لو جه قال لك بما تفسر السهول الساحلية في دولة كينيا ضيقة ليه؟ بسبب اقترابها من جبال البحر الأحمر، جبال كينيا، واقترابها من هضبة البحيرات الاستوائية. طيب سهول دولة تنزانيا واسعة ليه؟ بسبب ابتعاد المرتفعات والهضاب عن الساحل. ابتعاد الهضاب والمرتفعات عن مين؟ عن الساحل. طيب سهول المحيط الهندي موقعها تقع في شرق قارة أفريقيا. طيب يبقى كده خدنا السهول في البحر الأحمر وسهول المحيط الهندي، وآخر حاجة سهول المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي طبعا يقع في غرب قارة أفريقيا، يبقى هي سهول تقع في غرب قارة أفريقيا، وهي عبارة عن سهول واسعة غنية بحقولها الزراعية. يبقى سهول المحيط الأطلنطي واسعة وغنية بحقولها مين؟ حقولها الزراعية. يبقى سهول المحيط الأطلنطي سهول تتسم بالاتساع وغنية بالحقول الزراعية. طيب بعد كده آخر حاجة بننتقل ليها القارة الأفريقية. عرفنا إنها بتطل على بحار ومحيطات واسعة، والبحار دي عندها ثروات طبيعية، عندها معادن، عندها غاز طبيعي، عندها بترول، عندها سمك. وتحرص الدول الأفريقية على استثمارها يعني استغلالها بشكل مستدام. فاكرين التنمية المستدامة بما يحقق أهداف الاقتصاد الأزرق. كل الكلام ده ما يهمناش في حاجة، أنا يهمني اللي القارة الأفريقية عندها بحار ومحيطات عايزة تحافظ عليها، فعشان كده بتسعى نحو تحقيق أهداف مين؟ الاقتصاد الأزرق. إيه الاقتصاد الأزرق ده؟ ما المقصود بالاقتصاد الأزرق؟ هو استثمار الموارد المائية البحار والمحيطات بشكل مستدام، يعني نحافظ عليها لتحقيق التنمية المستدامة. اللي أنا بستثمر الموارد المائية زي البحار والمحيطات بشكل مستدام لتحقيق مين؟ لتحقيق التنمية المستدامة. يبقى أنا بقى بستثمرها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. طب حلو قوي. والقضاء على الفقر، هدف القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، أكل نفسي بنفسي من الغذاء مع المحافظة على النظام البيئي. هنا السؤال ممكن يجي لك إزاي؟ ما المقصود بالاقتصاد الأزرق؟ هنقول له استثمار أو استغلال الموارد المائية بما يحقق التنمية المستدامة. يجي يقول لك بما تفسر أهمية الاقتصاد الأزرق؟ القضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي وعندنا المحافظة على النظام البيئي. طيب بالإضافة إلى الجبال والهضاب والسهول اللي موجودة في أفريقيا اللي لسه متكلمين عنها، في عدة جزر موجودة في أفريقيا. أشهر الجزر حاجتين، جزيرة اسمها جزر القمر وجزيرة مدغشقر. جزيرة مدغشقر دي أكبر جزر القارة. يجي يقول لك سؤال، أكبر جزر القارة الأفريقية جزيرة مين؟ مدغشقر. تقع في المحيط الهندي ويفصلها عن الساحل الشرقي مضيق اسمه مضيق مين؟ موزمبيق. يبقى جزيرة مدغشقر أكبر الجزر تقع في المحيط مين؟ الهندي، ويفصلها عن قارة أفريقيا أو الساحل الشرقي لأفريقيا مضيق اسمه مضيق مين؟ موزمبيق. طيب بعد كده جزر القمر تقع شمال غرب جزيرة مدغشقر. يبقى جزر القمر تقع في شمال غرب جزيرة مدغشقر. طب يعني إيه؟ هقولك دلوقتي يعني إيه. تخيل كده الخريطة دي رسمة قارة مين؟ أفريقيا. حلو جدا. الحتة دي جزيرة مدغشقر كبيرة قوي اهي، وبعد كده فوقها
جزر القمر. جزر القمر تقع فين؟ في شمال غرب جزيرة مدغشقر، وجزيرة مدغشقر بينها وبين الساحل الشرقي لأفريقيا مضيق هنا اسمه مضيق مين؟ مضيق موزمبيق. حلو جدا، يبقى احنا كده انتهينا من الشرح. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.